السلام عليكم. تعال انا وانت كده ندخل غرفة دفن الملك توت عنخ آمون، الشهير بالملك الذهبي، ونشوف سوا ايه اللي جواها. تحتوي غرفة الدفن بتاع الملك الذهبي توت عنخ آمون تابوت كبير جدا من الكوارتز. التابوت ده بداخله 3 توابيت. أصغر التوابيت بيكون فيه بيكون من الذهب الخاص، وبيحتوي على مومياء الملك الذهبي. أما بداية من التابوت الكوارتز اللي هو الخارجي، التابوت ده بيكاد يملأ الغرفة، طبعا حجمه كبير. طول التابوت ده 5 متر و8 سنتي، وعرضه 3 متر 28 سنتي. أما طول التابوت فارتفاعه أقصد 2 متر 75 سنتي. في هذا التابوت 3 توابيت متداخلة داخل بعضها على شكل أو على هيئة إنسان، مغطاة بصفائح ذهبية. أكبر التوابيت طوله 224 سنتي متر، ومصنوع من خشب الأرز المغطى بصفائح ذهبية. أما التابوت الأوسط مزين بالصفائح الذهبية ومرصع بالأحجار الكريمة. أما التابوت الداخلي فده كان من الذهب الخالص، وبداخله زي ما قلنا المومياء. ووزن التابوت ده 110 كيلو جرام من الذهب الخالص، وبيبقى فوق، تلاقي فوق منه زي ما انت شايف كده القناع الذهبي لوجه توت عنخ آمون. والمومياء ملفوف بلفائف وضمادات من الكتان، تحتوي على أكثر من 150 قطعة من الجواهر والتمائم المقدسة والقلادات الموضوعة بعناية فائقة. وكان يحيط رأس الملك بإكليل ملكي من الذهب مرصع بأحجار شبه كريمة. أما أصابع الملك فكانت مغطاة بشكل فردي وكل على حدة بأغماد ذهبية بسيطة. أما بالنسبة للأرجل فكان يرتدي زوج من الصندل أو الصنادل الذهبية والمصنوعة من الذهب الخالص والمزينة في أجمل صورها. ده كانت جولتنا داخل غرفة دفن الملك الذهبي توت عنخ آمون، أغنياء الحضارة المصرية القديمة والملقب بالملك الذهبي. دمتم ودامت مصر بخير. لو لسه معايا لغاية دلوقتي، لأن طول الفيديو ده شوية، ومهتم بالحضارة المصرية القديمة، سمعني في كومنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، زائد 4 كومنتات كمان على ذوق حضرتك. طبعا لو ما اشتركتش عندي هتشترك حالا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.